اهلا وسهلا بالشبيبه وبالناس اللي تبع فينا على الكوفي شو. اليوم حبيت نستغل الفرصه اللي احنا في ديسمبر خارجين من عام 2022 داخلين في عام جديد اللي هو 2023 ونشارك معاكم 5 حاجات كنت نجم نعملهم خير في ال10 سنين اللي فاتوا. 10 سنين فورسيمون يتبدل فيهم الانسان، يشوف حاجات، يتعلم حاجات، وجينيرالمون يبدا يلوج على بيتا فيرجن من روحه. اخترت اني نحكي في السوجي في الوقت هذا بالذات بور دو ريزون. اليوم اوفيسيلمون طويت صفحه باركور اكاديميك ودخلت في الباركور بروفيسيونيل وليت نخدم كانجينيور. الاولى هي بيريود لادوليسونس والليسي، والثانيه هي لونيفرسيتي وستودنت لايف. قبل ما ندخل في الموضوع ونبداو نحكيو في لي ديتاي، ما تنساش باش تعمل جيم كان يعجبك الكونتوني اللي نعملوا فيه، وتعمل سبسكرايب على الشانل نتاعنا باش تجيك نوتيفيكاسيون كل ما تهبط فيديو جديد. كما قلت في الفيديو هذا نحب نعطي نصايح اللي نجم نقوله من روحي كان نرجع بالوقت 10 سنين لتالي. اولا تعلمت بالوقت انه كل مرحله عندها الاسرار نتاعها والمايند سيت نتاعها وطريقه التعامل معها. نحب نخمم فيها كجيم وشنو هما ذا بيست كونديشنز اللي تنجم تحطهم باش تنجح في الجيم هذه. بين 15 و 18 سنه وبرينسيبالمون كانت بيريود ليسي، كنت اخمم اكثر انه نجاح مربوط باللي نوت، مربوط بالشهاده، مربوط بانك تو اكسل في القرايه نتاعك. انه نجاحك في الدنيا هو مربوط بنجاحك في قرايتك وانك تقرا 100 سنه بعد قرايتك وتاخذ بوست باهي باش تكون نجحت في حياتك. اونيتمون تمنيت كان جاء انسان في الوقت هذاك وقال لي انه النجاح في الدنيا ماهوش مربوط بالجريدز اكاهو. الجريد الحقيقيه والنجاح الحقيقي هو اش عندك في مخك وشنو ما السكيلز اللي تنجم تظهر. الحاجات هذوما ما تنجمش تتعلمهم بركه في الليسي، هما حاجات تنجم تتعلمهم في ليزاسوسياسيون، في ليزاكتيفيتي اكسترا سكولير اللي تنجم تعملهم وغيره. نظام الكومبيتيشن اللي احنا مستعملينه في بلادنا الحقيقه ما نشوفوش يشجع برشا على الابداع وانك تكون انسان كرياتيف. دونك نرجع شويه توا نظريه الجيم. في الليسي ذا بيست كونديشنز فور ذا جيم انك تاخذ احسن لي نوت وانك تجي من الاولى باش توصل تقرا في احسن لي يونيفرسيتي من بعد. اما كي تمشي من بعد اليونيفرسيتي الجيم ما عادش تولي هي بيت. اي سورتو فقت بالحاجه هذه وقت اللي خرجت نقرا برا من تونس، وقت اللي تعرف انه نجاحك ماهوش مربوط بركه بالنوتات اللي انت تاخذ فيهم ولا الرتبه اللي انت فيها، مي برينسيبالمون بالحاجات اللي تعرف تعملها. دونك فهمت انه القرايه بالنسبه لي نحن لازمها تكون انك شنو تعرف تعمل مش شنو حفظت باش تعمل. تفهم بعد انه في الدول المتقدمه برينسيبالمون ريكروتينغ بازي على الناس اللي يحبوا يتعلموا وعندهم قدره كبيره انهم ياناليزيو الحاجات اللي يشوفوها، مش على الناس اللي يعرفوا كل شيء. الحاجه الثانيه اللي يمكن كنت نجم نعملها خير في ال10 سنين اللي فاتوا، حقني عملت ديزاكتيفيتي اكثر وركزت معاهم برشا. حقيقه سورتو في بيريود ليسي عملت كلكو اكتيفيتي ما كانش عندي الامكانيه باش نركز معاهم 100% على خاطر كنت ياسر مركز على قرايتي. تفهم بالوقت انه لو ترافاي اسوسياتيف بار اكزومبل يعلمك برشا سكيلز اللي يمكن ما تنجمش تتعلمهم في الليسي. نحكيو لنا على الليدرشيب، على التايم مانجمنت، على البروجكت مانجمنت، على الكوميونيكيشنال سكيلز وغيره. الحقيقه وهذه حاجه يعرفوها برشا بالناس انه فما حاجات ما تنجمش تتعلمهم بركه من الكتب، كيما انك تحكي اون بوبليك، لا كونفيونس ان سوا، تيم وورك، لو بارتاج دو لانفورماسيون وغيره. وهذا بيان سور لقيت الفرصه باش نعملو كي مشيت لليونيفرسيتي. كثرت من لو ترافاي اسوسياتيف ولقيته مهم برشا في تكوين الشخصيه نتاعك كي تتعامل مع الناس اللي معاك. دونك يمكن الحاجه اللي نحب نكثر منها اكثر هي لي زاكتيفيتي اكسترا سكولير، لو ترافاي اسوسياتيف، لي زاكتيفيتي سبورتيف وغيره. الحاجه الثالثه اللي كنت نجم نعملها في ال10 سنين اللي فاتوا هو حق نشيط بيتكوين وقت اللي كان رخيص برشا وما نبيعوش مهما كانت الظروف. كنت نجم نقرا على تريدينغ اكثر ونثقف روحي ونفهم ايش معناتها تبيع وتشري اسهم. بالمناسبه هذه ننصحكم تقراوا الكتاب هذا ذا مليونير فاست لين، مالكش يعاونكم تنفستيو فلوسكم وتحطون في حاجه تصلح. وفما زاد فيديو تحفون برشا اللي عامله اري ابدا اللي يفسر فيه كيفاش تنفستي فور بيجنرز. الحاجه الرابعه اللي تعلمتها الحقيقه هي اني نعمل اكثر تصاور للي مومون فور في حياتي. للناس اللي تعرفني بالبيت تعرف لي اني مغروم برشا بالتصاور، ولو كان ما جاش الكلاود ستورج كنت ما نعرفش نعمل بال2 تيرا بايت تصاور اللي موجودين في التليفون نتاعي. الحقيقه مهم برشا انك توثق اللحظات المزيانه برشا في حياتك، حتى اللحظات الصعيبه. صدقوني بعد 10 سنين باش ترجعوا تشوفوا تصاور هذوكم وباش يتعداو لكم نفس لي زيموسيون اللي حسيتوهم في اللحظه هذيك. النوستالجيا راهي حاجه مهمه برشا في احساس الانسان، تخليك تعيش دي مومون عشتهم قبل وتتفكرهم برشا حنين وبرشا حب. مالا صدقوني مهم برشا ان يكون عندك البوم تاع تصاور وسورتو بيبليوتيك نتاع دي فيديو. الحاجه الخامسه والاخيره، كما تبنيش الحلم نتاعك راهو انسان اخر باش يخدمك عنده باش تعاونوا يبني الحلم نتاعو. اعمل لروحك هدف ملي انت صغير واخدم انك تحققه. ملي اني صغير حلمت اني نكون انتربرونور، والحقيقه توا قاعد نبني في الطريق نتاعو وقاعد نحضر في الطريق باش نوصل للبوان هذاك نهار من نهارات ان شاء الله. في حلقه من الحلقات نتاع البودكاست نتاعنا ذا كوفي شو كانت معنا انفيتي اسمها رانيا توكابري، حكيت لنا كيفاش ملي هي صغيره وكانت تحلم باش تكون استرونوت. الحقيقه حكايه انسبيرونت ندعوكم باش تتفرجوا عليها ولا تسمعوها في البودكاست نتاعنا ذا كوفي شو. دونك اخدم على حلمتك واعمل لي زوبجيكتيف في حياتك ورد بالك تخلي ستاندردز نتاعك ديما طايحين. فما باب لازمك ديما تعملها اوتو تتو فيها الحاجات اللي يهموك انت وحدك، دي زوبجيكتيف، صحتك، تخمامك، افكارك، احلامك. لانه صحيح العيش المشترك باهي وبينيفيك، ولا حقيقه من الناس اللي جو مو كونسيدير كوم ان انيمال سوسيال، مي اون فان كونت صديقي انت الوحيد المسؤول على حياتك كيفاش تمشي وشنو اللي تعمل فيها. قبل ما ندخلوا في العام الجديد 2023 ان شاء الله يكون عام مبروك عليكم الناس الكل. اخدموا على لي زوبجيكتيف نتاعكم، كبروا احلامكم وردوا بالكم تخليوا ستاندردز نتاعكم طايحين. خليك ديما مثابر وخليك ديما تخدم وقوي من الايفورت نتاعك وكبش في حلمتك، وان شاء الله من نهار من نهارات توصل تعمل المستحيل.